السلام عليكم، أنا ناصر القرني من جديد، حياكم الله. في فيديوين عندي بسمعكم إياها وأبغى الحكم للعقلاء، مهما كانت جنسيتك أبغاك تحكم. تفضلوا. سألت الذكاء الاصطناعي قلت يصف لي الإمارات في اليمن. قال الإمارات خاضت الحرب، وهذا فعلا الإمارات خاضت الحرب. فرق بين أن تخوض الحرب وأن تدير علاقات دولية وتأخذ تأييدات، يعني كإدارة للحرب. إدارة الحرب تختلف. الميدان هو ايش؟ هو عزم الرجال، وهو الثبات، وهو البرهان والدليل. هاتوا لي من شارك معنا سلم شيء لأبناء، إلا الإمارات سلمت الجنوب لأبناء. ألا تكفي هذه لنا يعني كقيادة بأن قيادتنا تعرف بالضبط ماذا تحقق؟ فمن سمات القائد أن يحدد الهدف ويستطيع أن يصل إليه، وقيادتنا الإماراتية استطاعت أن تحدد. طبعا هذا الاجتماع ترى خطير جدا. المؤتمر اللي عملوه يقول لك احنا يعني حددنا الهدف ورحنا له وحققناه. فعلا انتم فعلا حققتوا الهدف، والدليل انكم حققتوا الهدف. خلنا نسمعك الفيديو الثاني، او اسمعكم الفيديو الثاني وبعد كذا نسولف. اسمعوا الفيديو الثاني كيف كان يتكلم عن موضوع الامارات في اليمن، وهذا يمني. السلام على رسول الله. أول نوضح ما حصل من الإماراتيين من الطيران في صواح. أولا قبل نذكر ما حصل قبل أسبوع في عدن على الشرعية في عهد القائد الشدادي يرحمه الله. كان جيش ومقاومة، كنا متقدمين ندخل صواح، ندخل مديرية، وكانت قبائل جهم وبني جبر في المقدمة. فعندما دخلنا بندخل بيوت الحمايدرة وآل طعيمان، فتقدموا آل طعيمان إلى المسجد وعنده حنجر. والله ما سمعنا الا والطيران يوم ضرب المسجد والحنجر، وقتلوا 6 من آل طعيمان وجرحى. فذاك الوقت انكسر الجيش والمقاومة في عهد الشداد الله يرحمه. فجلسنا فترة، تقدم الشدادي ومن معه من الجيش. بعد فترة جلسنا تقدم لواء 121 على جبل هيلان. فعندما طلعوا الجيش فيطلع يحتل جبل هيلان من يد الحوثة، والطيران ضرب حتى قتل من قتل من الجيش وانكسر الجيش، والى حد الان ما عاد حط هيلان. هذا من جانب. ولا ما ينكروا الاماراتيين ما حصل منهم، ما ينكروا الاماراتيين ابدا. فجلسنا فتره فدربوا جيوش والويه ورئيس الاركان في ذاك. اعتقد وضحت. دائما الغلطان يحاول يطلع بتبريرات كل يوم. لاحظوا الخطاب السعودي ما فيه، دائما رسميه، لكن اسمع اصوات كثيره، لا احنا سوينا كذا، لا احنا بعدين احنا طلعنا انت ما طلعت بمزاجك. رئيس اليمن قال لك لو سمحت اخلي المنطقه، اخلي الدوله. فما في شيء اسمه انت والله طلعت بعدين يقول لك احنا طلعنا والله في كلام ما ينقال. فانا اصلا من شفت راسك وانا غاسل يدي بصراحه. المجموعه اللي كانوا جالسين في المؤتمر هذا تجيش للسوشيال ميديا، ما يدرون ان السعوديين اصلا ما يحتاجون اذن ولا يجيشون ولا يشكلون لجان عشان يطلعون يدافعون عن بلدهم، ولا عشان يدافعون عن موقف، ولا عشان يقولون الحقائق اللي حصلت. شفنا ضاحي خلفان من الامارات بحقه، طبعا يقول لك بلدي سوت كذا وانجزته، مع ان الهدف حقهم كان واضح، ضرب الشرعيه ترى ودعم الحوثي ما كان. وشفنا هذا الرجل اليمني الاصيل ضابط معروف. تخيلوا، هل يعني العقل، هل الناس بتصدق ضاحي خلفان ولا بتصدق هذا الرجل؟ ايش اللي يخلي هذا الرجل الشايب الطاعن في السن اللي خايف على وطنه يكذب؟ ما في شيء، وقال لكم حقائق، وقال لكم ان الامارات ما تقدر تنكر. فدائما التجيش ضد السعوديين بالشكل هذا من ضاحي خلفان ومجموعته. طبعا اللجان حقته وشكل لجان الان بداوا يشتغلون في السوشيال ميديا، احنا شايفينهم والله، لكن ما عندنا مشكله، احنا ما شكلنا لجان، احنا ترى قاعدين نتكلم بشكل فردي. ثق وآمن بالله انك خسران في السوشيال ميديا وفي غير السوشيال ميديا، وثق بالله الملفات اللي موجوده في اليمن اللي حترفع عن السجون وعن غيرها حترفع لمجلس الامن، ما حتكون في صالحك. طبعا على فكره ترى ملفات اليمن اهون من ملفات السودان. ملفات السودان يعني
الله المستعان. فبعد هذا الكلام كله جيش لجان، لا جيش لجان، اللي تبغى تسويه سوى. ضاحي انت مقابل سعوديين وانت تدري عن هالكلام، انت تدري انك مقابل سعوديين بالنسبه للسوشيال ميديا. اما بالنسبه للموقف الرسمي، ترى السعوديين ما قاعدين يطلعون المسؤولين عندنا يبرر، يقول لك لا والله احنا سوينا، لا والله احنا فعلنا. لان عارفين احنا ما اخطانا. دائما الغلطان تلاقيه يحلف كثير وتلاقيه دائما يبرر. احنا ما، لا احنا طلعنا كذا، احنا طلعنا، احنا شوف ايش صار فيها بعد ما طلعنا. ايش اللي صار فيها بعد ما طلعت؟ اقول لك ايش اللي صار فيها. اللي صار فيها ان سقطرى رجعت لاهلها. اللي صار فيها ان المستشفيات اشتغلت. اللي صار فيها ان البترول رجع. اللي صار فيها ان السعوديه صارت تستخرج البترول باتفاق مع شركات، ونزلت انا فيديو يمنيه، والان البترول والكهرباء شغال. هذا اللي صار فيها. اللي صار فيها برضو انه انتم قطعتوا الكهرباء عليهم بعد ما طلعتوا. ايش النذاله هذه؟ اللي صار فيها انكم بعتوا اراضي سقطرى. اللي صار فيها انكم شلتوا الارصفه والاسفلت من سقطرى. اللي صار فيها انكم بنيتوا سجون في اليمن. ملفات السجون يا اخي، ترى على فكره حتى الجاهل صار يشوف. يا اخي اليمني يطلع ويفتح فيديو ويقول لك هذه سجوننا، والناس سووا معاهم لقاءات. اللي ما تعرفونه واللي يعني اتوقع انكم يعني مش في بالكم، فيه لجان موجوده في اليمن واعلام موجود في اليمن غربي، قاعد يجهز تقاريره. كل اللي قاعدين تشوفون هالمنظمات تراها موجوده، وفي تواصل بين اليمنيين والمنظمات. اليمنيين مو بجهله، في تواصل قوي. يعني مو والله بتقول لي والله هذا اليمن سوى كذا ارفع لنا قضيه وانتهى الموضوع، لا، حيرفع قضيه بمستندات وحتكشف في الاعلام الغربي، وحتطرح على طاوله مجلس الامن الدولي، وبعد كذا عاد كل واحد يخارج عمره. انا بقول لكم شغله، نهايه الموضوع، اليمن طردكم من بلدهم، احنا ايش دخلنا في الموضوع؟ ليش تهاجمونا؟ اليمن اللي قال لكم اطلعوا، احنا ما قلنا لكم اطلعوا. انا استغرب ليش الاماراتي يهاجم السعوديه؟ طيب ما احنا ما لنا شغل، اليمني طردك. واستغرب اليمني يقول والله انتم جلستوا مع الحوثي. يا وراس مربع، السعوديه تجلس حتى مع الجن من اجل مصلحه الدول، استقرار الدول. يقول انتم جلستوا مع الحوثي. طبعا يا اخي الحوثي مكون يمني، الجنوبي مكون يمني، الشمالي مكون يمني، القبائل مكون يمني، كل اللي يحمل الجنسيه اليمنيه هو مكون يمني. فطبيعي انه عشان حقن الدماء نجلس مع الجميع، وعشان راضي بينهم ترجع الدوله زي ما هي، تتوحد الدوله. بعد كذا انا اقولها من عندي، هذا رايي أنا. بعد ما تتوحد الدوله بقائد واحد، يا اخي اعملوا مجلس شعب، افصلوا دولكم زي ما تبغوا، حطوا الجنوب والشمال، انتم حرين، ما لنا شغل فيك. انا بالنسبه لي ما لي شغل فيك، بس وحد اليمن على قلب واحد، وشيل السلاح من ايدي المدنيين، من الجهله اللي قاعدين يدمرون البلد. حفظ الله اليمن والسودان والصومال والوطن العربي، وحفظ الله مصر. احنا شفنا زياره وزير الخارجيه السعودي لمصر، بعدها على طول وزير الخارجيه ورئيس المخابرات المصري تواجد في السودان عند الرئيس البرهان. القادم اصعب، ستندمون. في امان الله. الفيديو هذا لازم يوصل يا شعب الطويق، تكفون. في امان الله. نسيت، شوفوا التغريده اللي محطوطه في الفيديو وانا اسولف، شوفوها بس.